بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. نفتتح أشغال هذه الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني لحزب التجديد والتقدم لسنة 2026 تحت شعار نختار بوضوح ونمارس بمسؤولية. أشكر الإخوان والأخوات أعضاء المجلس الوطني لحزب التجديد والتقدم الحاضرين معنا في هذا المجلس لإنجاح هذه الدورة. جدول الأعمال هذه الدورة بالفقرتين. الفقرة الأولى سنفتتح بآيات من الذكر الحكيم من النشيد الوطني المغربي. كلمة افتتاحية الدكتورة ريتا يحيوي عضوة باللجنة التنفيذية. سنقدم الميثاق المرجعي والأخلاقي للحزب يقدم من قبل الأستاذ الباحث إدريس بوزباطة عضو في اللجنة التنفيذية والذي أشرف على هذا العمل مع الفريق الداخلي للحزب، وسنناقشه وسيتم أيضا التصويت على بنوده، وسننتقل بعدها إلى انتخاب مجموعة من اللجان لاستكمال الهيكلة المركزية المتعلقة بالحزب. فكما تعلمون في المؤتمر تم التصويت فقط على قيادة الحزب وعلى رئاسة الحزب، وبالتالي مجموعة من اللجان بقات حسب القانون الأساسي للحزب التي تسابق عليها في المجلس الوطني للحزب وليس في المؤتمر. من بين هذه اللجان والهيئات هناك هيئة التحكيم، وسيتم انتخاب رئاستها ومساعدا للجنة ومقرر للجنة. سيتم أيضا انتخاب رئاسة لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص ومساعد ومقرر للجنة. انتخاب رئاسة اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ومساعد ومقرر للجنة. أيضا سيتم انتخاب رئاسة أكاديمية الغد المشرق للتكوين والتأطير، والتي تمت المسابقة عليها في أول اجتماع للجنة التنفيذية يوم 18 جانفير. وكيتم أيضا انتخاب رئاسة هيئة الكفاءات الحزبية والأطر العليا، المصادقة على إحداث الروابط المهنية للحزب، وبعدها سنتوجه للفطور الجماعي. وبعد الفطور سنتمم أشغال هذه الدورة ببيان ختامي للمجلس واختتام أشغال المجلس بتلاوة برقية الولاء مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره. سنفتتح بآيات من الذكر الحكيم. سنستدعي الطفل الذي يواكبنا منذ انطلاقة هذا المشروع السياسي لقراءة ما تيسر من آيات الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. ويدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله العظيم. شكرا
هي هذه الآيات الكريمة. سننتقل بعدها مباشرة إلى النشيد الوطني الغالي. منتدى السؤدد وحما دمت منتدى وحما عشت في الأوطان للعلا عنوان إلى كل جنان ذكرى كل لسان بالروح بالجسد هب فتى هب نداء في إكمامي وفي دمها وكسر الورى إخوتي هيا للعلا سايا نشهد الدنيا أنه لنا نحيا بشعار الله الوطن الملك. سنة 2025 18 أكتوبر في مدينة فاس تم انتخاب قيادة جديدة لهذا الحزب الذي كان سابقا يسمى حزب القوات المواطنة، وتم تغيير اسمه ليصبح الجديد والتقدم. قبل أن أنطلق في إعطاء هذه النظام أولا وقبل كل شيء لا يمكنني أن أبدأ هذه الكلمة دون شكر مرة أخرى صديقي في الدرب عماد جليل، والذي رافقنا ويرافقنا وله كل الشكر من القيادة الجديدة والرئاسة الجديدة، وهو أخ بيننا وسيظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بجواره كان أخ اسمه السي العالية، الذي لم يلقى الفرصة ينجح لنا ومعناها السجاح كنعمة. السي العالية شكرا مرة أخرى. وها نحن اليوم التجديد والتقديم. السيدات والسادة أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء المجلس الوطني، السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. شرفني اليوم ترأس أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب التجديد والتقدم لسنة 2026 تحت شعار نختار بوضوح ونمارس بمسؤولية. لقد اخترنا العمل السياسي ونطمح إلى تجويده وتحسينه، وسنصل إلى ذلك بجهد جميع الإخوة الحاضرين معنا والإخوة الغير حاضرين معنا يعملون في الخفاء، والإخوة الذين سيلتحقون مستقبلا بهذا الحزب الذي رغم أننا لم نتجاوز 6 أشهر ولكن انطلقنا انطلاقة جيدة يحسب لها على الميدان، وسنكون الأفضل داخل هذه المنظومة السياسية. هي محطة بالنسبة لنا، محطة تنظيمية وسياسية مفصلية تنعقد في سياق وطني يتسم بتراجع منسوب ثقة في العمل الحزبي. باختصار، اليوم لا أحد يثق في العمل الحزبي حتى لا نخادع أنفسنا. بحاجة حقيقية إلى وضوح الاختيارات، ولهذا أطلقنا على هذا الحزب التجديد، لأننا نطمح إلى جعل اختيارات المواطن واضحة وبصدق في الخطاب، ولكن بحزم في الممارسة. والدليل على ذلك اليوم هو أننا بدأنا بأول لبنة في هذا المشروع، وهو النطاق الأخلاقي للحزب، حتى نكون واضحين فيما بيننا
ليمكننا أن نكون واضحين مع المواطن غدا على أرض الواقع وفي الميدان السياسي. هذه الدورة لا تنعقد فقط لاستكمال البناء المؤسساتي للحزب، صحيح خاصنا ننتهض بالأجهزة المكملة، ولكن أقرها المؤتمر الوطني الاستثنائي، وتنعقد في لحظة سياسية دقيقة تفرض علينا الانتقال من الاكتفاء بالتشخيص إلى تحمل مسؤولية الموقف، ومن الخطاب العام إلى التحديد والمتابعة. حكومات التي مرت كلها تخاطب سيتم إصلاح التعليم، سيتم إصلاح، ولكن ما ينقص النتائج هو التحديد والمتابعة. عندما نخاطب العامة من المجتمع المدني ونقول له سنقوم بإصلاح المنظومة التعليمية، هي جملة يمكن نقول اليوم بأنها ولت غير مقبولة لدى المواطن اليوم. كيف سنقوم بإصلاح التعليم؟ ومتى؟ وما هي الآليات الضرورية لإصلاحه؟ لقد أصبح واضحا أن جزءا من هذه الأزمة السياسية التي يعيشها بلادنا لا يرتبط فقط بالسياسة العمومية، بل كذلك بطريقة اشتغال الفاعل الحزبي نفسه، حين يكتفي بالتعليق أو التبرير أو يختبئ خلف العموميات. حزب التجديد والتقدم اليوم يعلن من خلال أشغال هذا المجلس الوطني الأول بوضوح أنه يرفض هذا المنطق، يرفض أن يكون حزب حضور موسمي أو خطاب مريح. بالمقابل ننوه بما أبانت عنه مناضلات ومناضلي الحزب من وعي سياسي وانضباط تنظيمي، فإن الثقة التي منحتموها للقيادة الجديدة لا تقرأ كامتياز بل كتكليف واضح نجعل من العمل الحزبي أداة تأثير فعلي لا موقعا رمزيا. أيتها الإخوات، أيها الإخوة، إن الحزب بهذا الفكر لا يقدم نفسه حزبا احتجاجيا يكتفي بالصراخ، ولا حزبا تبريريا يختبئ خلف الأعذار، بل يتموقع بوضوح كفاعل سياسي مكمل داخل النسق الوطني، يشتغل على تحديد الاختلالات بدقة واقتراح حلول قابلة للتنفيذ والمتابعة السياسية الجادة لما يتخذ من قرارات. في هذا الإطار تمت بلورة كما تم الإشارة في المداخلات السابقة إلى ربط الشراكة ما بين الحزب والمرصد الفرنسي المغربي للهجرة الثانية للاستفادة من خبرة الأطر المغربية المتواجدة خارج المغرب والتي لها من الكفاءات ما يجب علينا كفاعلين سياسيين احتراما. ومن هذا المنطق فإن تعزيز الصلابة القانونية والتنظيمية للحزب ليست غاية ذاتها بل شرط أساسي لرفع كلفة تجاهل الموقف السياسي للحزب. ننظم حزبنا لأن المواطن لا يستحق حزبا مرتبكا، ولأن القرار العمومي لا يتأثر إلا بفاعل منضبط وواضح ومتصل. ونقولها بصراحة، السياسة التي لا تضبطها الأخلاقيات تتحول إلى مجال الامتياز والريع والوعود الفارغة. وحزب التجديد والتقدم اختار أن يجعل من الأخلاقيات أداة سياسية عملية عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل آليات التحكيم ووضوح المواقف عند الاختلاف. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، نحن نعلم أن المواطن اليوم لم يعد يسأل عن كثرة البرامج بل عن أثر السياسات على حياته اليومية. أين الشغل؟ أين القدرة الشرائية؟ أين العدالة في الفرص؟ أين الصحة؟ أين التعليم المتكامل والمرتبط بحقيقة الاقتصاد الوطني؟ التعليم من أجل التعليم لا يفيد في شيء شبابنا. أين التكوين المهني؟ وهل حان الوقت
لإعادة هيكلته بطريقة شمولية، فلا يعقل أن نكون لسنتين بعد البكالوريا في التكوين المهني ونقول لأبنائنا عليكم العمل في الميدان دون جعلهم أطر مهنية لهم شهادة وكفاءة وليس فقط دبلوم ديال الباك زائد سنتين. فهو شيء مرفوض داخل التوجه الاقتصادي الذي نعمل على تنزيله. والتكوين، أين حق المقاولة الصغرى في الحماية من الشركات المتوحشة؟ فحتى عندما نخلق فرص الدعم عادة ما تكون مخطط لها. أين ستذهب ولمن ستذهب وما الشريحة التي ستستفيد منها؟ هذه أشياء نقولها بوضوح ونحن نطمح لتغييرها. وانطلاقا من هذا الوعي يسجل حزب التجديد والتقدم أن النقاش العمومي حول القدرة الشرائية ظل خلال المرحلة الأخيرة حبيس الإعلانات العامة والتصريحات المطمئنة دون تقديم معطيات دقيقة ومفصلة تمكن المواطنات والمواطنين من تقييم الأثر الفعلي للقرارات المتخذة. ويعتبر حزبنا أن استمرار الغموض في هذا الملف لا يخدم لا الثقة في السياسات العمومية ولا قابلية هذه السياسات للتقويم والمساءلة، بل يكرس فجوة متزايدة بين الخطاب الرسمي والإحساس اليومي للمواطن. وعليه يدعو حزب التجديد والتقدم من موقعه كفاعل سياسي مكمل ومسؤول إلى نشر معطيات واضحة حول أثر الإجراءات المتخذة على أسعار المواد الأساسية، تحديد أجال دقيقة لتقييم هذه الإجراءات والإعلان على نتائجها، وإشراك الفاعلين الاجتماعيين في تتبع الأثر الحقيقي لهذه السياسات. ونؤكد هنا أن طلب المعطيات ليس تشكيكا، وأن التقييم ليس مواجهة، بل شرط أساسي لسياسة عمومية ناجحة شفافة ومسؤولة. وهذا هو الشكل الذي نختار تأثير إزعاج هادئ متكرر وقائم على الوقائع لا على الصورة في المواقع الإلكترونية. أما تنظيميا فإننا نؤمن بأن المرحلة تفرض علينا جميعا العمل على بناء حزب منفتح على مختلف الفئات المجتمعية، وعلى رأسها الشباب والنساء الراغبين في الإسهام في النهوض بهذا الوطن. إن تجديد النخب وتمكين الطاقات الساعدة ليس خيارا ظرفيا، بل ضرورة سياسية وأخلاقية. ونتابع باهتمام الترسانة القانونية التي وضعتها وزارة الداخلية، والتي تتجه نحو تخليق المشهد السياسي والقطع مع ممارسات السابقة أضعفت ثقة المواطن في العمل الحزبي. غير أن السؤال الذي نطرحه بوعي ومسؤولية هو: هل تكتفي هذه الآليات وحدها لتحقيق الهدف المنشود وجعل الشباب القوة الدينامية الفعلية للمرحلة المقبلة، أم أن الأمر يستدعي الذهاب إلى أبعد في تفعيل المشاركة وتمكين الكفاءات؟ وفي أفق المحطة التشريعية القادمة نعبر عن طموحنا المشروع في أن يكون حزبنا الفاعل أساسيا، وأن يشكل البديل القادر على الإسهام في تأسيس حكومة متوازنة متكافئة وفعالة. وقد أظهرت الدراسات التي أنجزناها بوضوح أن غياب قوة سياسية مكملة وقادرة على خلق التوازن الضروري ينعكس سلبا على النجاح المؤسساتي. ونعتبر أن هذا الإسهام في تحقيق هذا التوازن يشكل أحد الأدوار التي تأسس عليها المسار الأولي في مشروع حزب التجديد والتقدم. أيتها الأخوات أيها الإخوة، في مقدمة القضايا الوطنية الكبرى تظل قضية وحدتنا الترابية ثابتا راسخة في مواقف حزب التجديد والتقدم. فقد حرص حزبنا على التفاعل السياسي المسؤول مع الدينامية الإيجابية التي تعرفها هذه القضية من خلال بلورة مقترحات حول الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية مباشرة بعد الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتاريخ 31 أكتوبر 2025. كما أكدت قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار رقم 2797 أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية تمثل الحل السياسي الواقعي والعملي والدائم لهذا النزاع المفتعل، وهو ما يحمل جميع الأطراف مسؤولية الانخراط الجاد في المسار السياسي بعيدا عن أي مزايدة أو توظيف طرف. استحضر حزب التجديد والتقدم بتاريخ فاتح يناير 2026 ذكرى وفاة المرحوم عبد الرحيم الحجوجي باعتباره
من رموز مسار مبادئ الحزب، وذلك في سياق استحضار مساره التنظيمي والسياسي. ومع احتتام أشغال الوطن وانتخاب اللجان والمصادقة على الوثائق المعروضة، يكون الحزب قد دخل مرحلة جديدة من العمل السياسي المنظم، مرحلة ننتقل فيها من رد الفعل إلى الفعل، ومن العموميات إلى التحديد، ومن الحضور الرمزي إلى التأثير الفعلي. لسنا حزب وعود سهلة، بل حزب التزامات صعبة. نكمل ولا نزايد، نقوم ولا نهدم، نشتغل بهدوء لكن بإصرار، حتى يصبح موقف حزب التجديد والتقدم عنصرا يؤخذ بعين الاعتبار في النقاش والقرار العمومي. وفي هذا الإطار يظل الرهان معقودا على مزيد من الالتزام والعمل السياسي الجاد، حتى يتظل حزب التجديد والتقدم بدوره الكامل داخل الحقل السياسي الوطني كفاعل مسؤول ومكمل في خدمة المغرب والمغاربة. وشكرا. اليوم أتحدث بصفة الرئيس الحزب، ولكن في نفس الوقت أظل دائما مناضلا داخل الحزب.